سلام. اليوم ولات عندنا موضة في تونس، كل واحد عنده خرمة يمد وجهه في فيديو ويبارتاجي في الفيسبوك، وانا عندي برشا نتفرج وساكت، ما حبيتش نتدخل، والفيديوهات عمال تزيد، هيك هو عاد ما عادش ساكت. توا باش نتكلم، باش نعاود نحكي لكم على تاريخ الثورة. انا باش نقول لكم على حاجات صارت في الثورة وحب ما تديروا بها كلامي. ددو طفلة تونسية مغرومة باللياقة البدنية متاعها، لكن كرشها المنفوخة مقلقتها برشا، فقررت أنها تستعمل أكتيفوس لمدة 15 يوم. بعد 15 يوم كرش ددو زادت كبرت، يخي مشيت لدار أكتيفوس باش يرجعوا لها فلوسها. لسوء حظها دار أكتيفوس محبوش يستعرفوا لها. من نهارتها قررت ددو أنها تصبح عونة التراتيب وتنتقم من كل تاجر قلاب. حظ فبري السيء طيحها مع تاجر ما يقبلش الخسارة. فالدين والبوعزيز، الملحمة التاريخية التي غيرت مسار العالم. احترق البوعزيز واشتعلت نار الثورة، وعم الغضب في كامل تونس، وفجأة وبدون سابق انذار أجمع التونسيون على إسقاط النظام. وسرعان ما رد على ذلك الابن المطيع بكل لطف وحب ومودة وإخلاص. فلقد احترق تونسي وحرق تونسيون، وهرب بن علي. هرب، وهرم أحمد الحنفاوي. هرمنا